الموضوع ده لا رفاهية ولا دلع، دي صيانة للروح، الصحة النفسية. لو فاكر إن الصحة النفسية هي للناس الضعيفة أو إنها حاجة كيوت كده يعني تتقال في بوست يوم الجمعة أو نبعته لبعض، لا، أحب أقولك إن في ناس ماشية على رجليها بس جواها واقعة بقالها 10 سنين. الكلام ده أو الكلام اللي أنا هقوله هيكشف لك ليه إحنا بنضحك وإحنا بننهار، وليه ناس جامدة بتبقى أكتر ناس محتاجة الحضن. المشكلة بتيجي من الجيل، إحنا جيل بيضحك كتير بس من غير سبب واضح، وبيبرر لنفسه كل حاجة بكلمة عادي عادي أنا تمام. بس الحقيقة إن أغلب الناس النهاردة مش تمام، في توتر، في قلق، anxiety، في حمل على القلب، في دماغ مش مرتاحة، في نوم مش مظبوط، في مشاعر متلخبطة، في كلام ما بيتقالش، وفي صدمات متخزنة. الصحة النفسية مش كلام دكاترة، دي حياة كاملة محتاجة صيانة زي العربية. ولما العربية بننفض لها في الصيانة شوية تفتح بقها، وده اللي بيعمله الجسم. هو يعني ايه صحة نفسية؟ الصحة النفسية مش معنى انك مش بتعيط مثلا، ولا انك مش بتنهار، ولا انك بتضحك كتير. الصحة النفسية يشتغل صح، قلبك يرتاح، نومك يبقى مظبوط، علاقاتك مستقرة، طاقتك موزونة، دماغك ما فيهاش دوشة، مشاعرك مش مخنوقة. عندكوا قد ايه؟ انت اللي اتفرجت، مش كل دول عندك؟ ابقى كداب. اكيد فيهم حاجات بايظة، ده لو ما كانوش كلهم. في علامات هقولها لكم علشان تعرفوا ان صحتكم النفسية مش كويسة، مش تمام. علامات كتير على فكرة، بس انا اقول لكم 10 اهمهم، يعني 10 حاجات او 10 علامات تثبت لكم ان صحتكم النفسية في الحمام. نوم متقطع، اكل زيادة او اكل قليل، عصبية كده بس من غير اي سبب، دايما في خوف من اللي جاي، احساس ان حياتك واقفة مش بتتحرك، تفكيرك الكتير، مش عايز تخرج مش من البيت، من الأوضة، حساسية قوي في الكلام من أي كلمة، إحساسك زايد قوي، احتياج رهيب للاهتمام، مع إن إبراهيم معروفة الاهتمام بيطلبش، انهيار من أبسط حاجة، وكل ده مش ضعف، ده ضغط نفسي بس مش متشاف. أسباب تدمير الصحة النفسية حاجات لو ابتدينا بيها هنقول أول حاجة من أسباب تدمير الصحة النفسية إن الصدمات بتتراكم على بعض. الناس فاكرة إنها نسيت، بس الحقيقة إنها ركنت الصدمة بس جوه دماغها. التربية اللي فيها تقليل، يعني أنت فاشل، أنت مش نافع، أنت ما حدش هياخدك، الكلام ده بيفضل جوه البني آدم بس زي التاتو كده ما بيطلعش. والكينج العلاقات السامة، التوكسيك ريليشن شيب، ناس تمص طاقتك حرفيا من غير ما انت تحس. صيع برضو يعني الشغل الزيادة، نشتغل كتير وننسى نفسنا أكتر. والعزلة، للأسف الانعزال ساعات بيبقى مفيد جدا، بس الزيادة منه بتخليك تسمع أكتر من اللازم. يعني إيه؟ بتسمع دماغك كتير قوي، وده أساس المشكلة. تعال بقى على أعلى من الكينج، الأساس، المقارنات. السوشيال ميديا عملت الكارثة اللي للأسف مفيش حد عارف يخلص منها. ليه أنا مش زي اللي أنا شايفه؟ المقارنات للأسف يا جماعة، انتوا بتقارنوا وانتوا مش واخدين بالكم. الناس بتقارن بينها وبين نفسها، ممكن تكون بتتفرج على حاجة وتلاقي نفسك قارنت بس وانت بتعدي. مرة في مرة في مرة التراكم ده بيدمر الصحة النفسية. سابع حاجة الكتمان، الكبت، القنبلة الموقوتة اللي هي هتيجي في يوم وتنفجر، بس لما هتنفجر العقل والجسم الاتنين مع بعض هيبوظوا. انتوا عارفين ان العقل والجسم الاتنين في بينهم شغل خبز كده. ليه؟ الجسم بيتكلم بس لما العقل بيسكت. ان انت تتجاهل وجعك النفسي هتسمعه فين؟ تعال، انا مش تعبان نفسيا، بس هتعرف ازاي. قولون، أرق، ضربات قلب مش منتظم، صداع، ألم في الظهر، شعر، تساقط، ضعف مناعة في الجلاش خالص. ليه بقى؟ في جملة علمية كده بتقول إيه؟ إن الجسم هو المكان اللي بتستخبى فيه الصدمات،
وللأسف دي حقيقة، ده مش شعر على فكرة. لو فكرتوا في الجملة دي هتلاقوها بتحصل وبتحصل كل شوية. طب هي الصحة النفسية ليها علاقة بالعلاقات؟ طبعا. الشخص اللي مش مرتاح نفسيا بيعمل ايه في علاقاته؟ دايما هتلاقيه عنده سوء ظن، بيفهم غلط، بيشك كتير، بيزعل بسرعة، ويحب بسرعة ويتعلق بسرعة، مش مستقر، يخاف من الرفض، على طول عنده مشكلة انه يترفض، ورهيب في الهروب من المواجهة، وبينهار من أقل كلمة. الكارثة الكبيرة انه دايما بيلوم نفسه وما يعرفش ان ده مرض مش شخصية. الناس الجامدة أضعف ناس على فكرة. اللي يقولك أنا مش بتأثر، أنا جامد، أنا مفيش حاجة تهزني، غالبا ده أكتر واحد موجوع. مش عايزين نقول كلمة تانية. الناس اللي بتتكسر كتير بتتعلم إزاي تتماسك، إزاي تمسك نفسها، بس جواهم طفل عنده رعب شديد، ودي الحاجة اللي محدش بيشوفها، والأهم إن ساعات هو بيبقى مش عايز يشوفها. علاج الصحة النفسية مش حاجة ترفيه على فكرة، والعلاج هنا مش جلسات، مش لايف كوتش بس، لا، العلاج بتاع الصحة النفسية هو لايف ستايل كامل. بيبدأ من أول الكلام، تكلم مع حد بيريحك، الكلام نفسه في حد ذاته علاج. النوم الكويس، النوم بيعمل ريست للنفسية، بيرجعها من أول وجديد. الأكل، الأوميجا 3 اللي فيه مكسرات وأوميجا 3 مغنيسيوم، مش مشكل جبن وشاورما. الحاجات اللي أنا قلتها دي هم اللي بيعملوا الاستقرار النفسي. العلاقات اللي فيها أمان، اختار ناس تشيلك مش ناس تشيل وتحط عليك. وخامس حاجة الحركة، أبسط حاجة المشي 20 دقيقة يقللوا 40% من التوتر اللي عندك. والحاجة اللي للأسف ناس كتيرة مش عارفة تعملها، كتابة. اكتب اللي جواك، اكتب زعلان من ايه، هتعرف نفسك اكتر، وهتعرف حاجات كانت مزعلاك وانت مش واخد بالك، لان في الكتابة هتلاقي نفسك بتكتب وانت مش واخد برضو بالك. ويا ريت بقى نقلل السوشيال ميديا، لان دي اكبر ماسورة للمقارنات ما بتخلص. والله الناس بتقارن نفسها بالناس وهي مش واخدة بالها. ولما تيجوا تطلبوا المساعدة، لو حسيتوا بالحاجات اللي انا هقولها لكم دي، يا ريت تطلبوا المساعدة. لو حسيتوا بايه؟ تفكير مضلم، الناس اللي شايفة الحياة سودة، الناس اللي على طول عندها خوف، الناس اللي بيجي لها هلع، نوبات الهلع الغريبة دي ركزوا فيها، دي مش حاجة بتعدي. والانكزايتي اللي على طول مش بيروح وبيجي، تعب بس من غير سبب، الناس اللي بتعيط فجأة، إحساس إنك مش عايز تكمل الحياة أصلا. الحاجات دي لو شفتها وحسيت بيها، روح لدكتور على طول، لازم تروح لدكتور نفسي. ده مش ضعف على فكرة، ده قوة. القوي هو اللي يعرف ويعترف إنه عنده مشكلة. اللي يعالج نفسه أو اللي بيتعالج أقوى بكتير من اللي بيتجاهل. فالعلاج قوة مش ضعف. التويست إن اللي معظم الناس شايفينه مزاج، هو مش مزاج، هو فعلا نداء، طلب، عون، استغاثة للصحة النفسية اللي بايظة. وإن أقوى ناس من بره أضعف ناس من جوه. وإن الصحة النفسية مش حاجة ترفيهية، دي صيانة، بس صيانة لروحك. لو ما عملتهاش هتدفع تمنها في كل علاقة هتدخل فيها، وفي كل قرار هتاخده، وفي كل يوم وانت جاي تنام. النفسية مش محتاجة علاج، النفسية محتاجة إبراهيم، النفسية محتاجة اهتمام. واحنا دايما بنقول الاهتمام ما بيطلبش، والاهتمام مش محتاج فلوس، الاهتمام محتاج وعي. يعني الاهتمام محتاج حد واعي يتعامل مع حد واعي.